كل لقمة وليها حكاية. أنا فلة ودي قناتي مخبوزات فلة، يلا نبدأ. النهاردة هنعمل مع بعض رولات اللحمة المحشية خضار. معانا نص كيلو لحمة شرايح، ندبلها بفلفل أسمر وملح وبابريكا مدخنة، ونجيب الخضار الفلفل الأحمر وأصفر وأخضر نقطعه شرايح وبصل ونحشيهم جواها ونلفها رول من غير ما تحط فيها اي حاجه، يعني تمسكها باي حاجه. هي اول ما تنحط على النار وتتشوح هتمسك نفسها زي ما انتوا شايفين كده يا حلوين يا جمال. ماشي يا حبايبي. عايزه بقى تحشيها مشروم مع الفلفل الالوان والحاجات دي. عايزه تحشيها مثلا تجيبوا كوسه وتقطعها بردك شرايح وتحشيها، طعمها جميل جدا. ونلفهم مع بعض يا حبايبي، ونحط معلقة سمنة فلاحي في الطاسة او زبدة صفرة فيرنا، لو عندكم اي حاجة موجودة عندكم تقضي الغرض، كان لها طعم جميل برضك. ماشي يا حلوين. ونقلب اللحمة نحطها كده في الصينية على المادة الدهنية، ونتنينا نقلب فيها. اول ما تحطيها حطها على الناحية اللي انت قفلتيها عليها، عشان اول ما تحطها تمسك على طول وما تتفكش منك. هي اول ما بتشمع مستحيل تفك. ماشي. ونتنينا نقلب فيها لغايه لما تبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ماشي يا حلوين. وبعد ما تاخد اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده، تقلبي فيها على جميع كل جنب شويه. ممكن بقى تعملي بطاطس بردك صوابح كده وتحشيها معاها، تبقى جميله جدا بردك حلوه. تنينا بقى نقلب فيها لغايه لما تبقى بالجمال ده. وبعدين بقى نرفعها بقى على طبق. ماشي يا حلوين. رفعناها على الطبق. اوعي تفرطي في مكانها ولا تقولي نغسل الطاسه ولا نمسح الطاسه، ممنوع. تجيبي بصل بقى الشرايح اللي باقي من الحشو، وتروحي جايه حاطاه في الطاسه وتنيكي تقلبي فيه بالمنظر الجميل ده. ماشي يا حلوين. جيبي بقى بقيه البهارات اللي كانت باقيه من تتبيله اللحمه، تحطها عليهم. تدبلي بقى البصل والخضار. ماشي. حلوه جدا وخفيفه. ممكن بردك تقطعي جزر جميل جدا، بس للاسف ما كانش عندنا يا حلوين يا جمال. اللي برضك جرب اللحمه الشرايح بطبخه تانية ممكن يقول لي انهي الاحسن، بالطماطم احسن ولا بالصوص البني احسن. حبيتين طماطم خرطناهم بردك وقشرناهم وحطيناهم بقوا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ماشي. ونجيب بقى رولات اللحمه بتاعتنا ونرصها بقى في الصوص ده بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. ما شاء الله. وتقلبي اللحمه كده في الصوص، خليها تشرب منه، وتفضي بردك الصوص اللي نازل من اللحمه كده على الخلطه الجميله دي، وتغطيها وتسيبيها لما تبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تستوي خالص. اول ما تستوي
تروحي بقى عاملة حبة رز بسمتي بالزبيب. انا عاملة الوصفة قبل كده على القناة، لو تحبوا ترجعوا وتشوفوها. رز البسمتي جميل جدا بالزبيب، حلو قوي، كان جميل قوي مع الوصفة دي يا جماعة. ماشي، ونحط شوية من الصوص بقى مع رولات اللحمة. انا اول مرة اجربها ان شاء الله مش اخر مرة. تعالوا بقى نقطعها مع بعض ونشوف الخضار وجماله من جوه. جميل جدا ما شاء الله. شفتوا يا ولاد الجمال من جوه؟ اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.